أرى في كنا حزب الأصالة والمعاصرة في المستقبل القريب. سنعمل جميعا وفي مواجهة الجميع من أجل أن نعطي للمرأة حقها في هذا البلد. فاطمة سعدي رئيسة اللجنة التحضيرية لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة. فعلا لجنة التحضير لمنظمة الأصالة والمعاصرة انكبت منذ ما يربع عن سنة ونصف للإعداد لهذا المؤتمر، وفضلنا قبل أن نعقده في بوزنيقة أن نعقده جهويا، فانطلقت منذ أن انطلقت هذه الدينامية من خلال اجتماع عقده السيد الأمين العام والسيدة رئيسة المجلس الوطني، وإعطاء الانطلاقة لهذه الدينامية، الانتقال إلى الجهات لفتح نقاش بعد انتهاء ولاية المنظمة، لفتح نقاش جاد حول أي منظمة نريد في المرحلة الثانية، بأي تصور وبأية أدوات وآليات. وطبعا فتحنا هذا النقاش في كل الجهات، وذلك لأننا واعون بأن المرحلة حاملة لأسئلة جديدة، وبأن الحركة النسائية تعرف منعطفا جديدا بعد دستور 2011 الذي دشن إصلاحات كبرى، فانتقلت الحركة النسائية من مطالب حقوقية بعد الاعتراف القانوني. لم يعد هذا الأمر يعني بالنسبة للنساء النضالات النسائية أمر مطلوبا، لذلك انتقلنا إلى مرحلة ثانية، فارتأينا أن نفتح هذا النقاش حتى نتملك مشروعنا من حيث الرؤية ومن حيث الوسائل، وحتى نتمكن بشكل مرن وسلس لنتجذر ونتوسع في دائرة المناصرة، لأننا بالخصوص نعتبر في قراءتنا للمراحل السابقة أن من بين النواقص التي عرفتها الحركة النسائية أنها كانت حركة نخبوية. لذلك آن الأوان اليوم لأننا نتحدث على تنزيل مضامين الدستور وتوفير الشروط والمناخ الملائم لتنزيله، ونتحدث عن مسألة التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وهذه الأمور لا يمكن أن نساهم فيها إلا إذا اعتمدنا عمل القرب الميداني من هموم المواطنات، واعتمدنا الاقتناع والحوار بلغة واضحة سهلة يتلقاها عموم المواطنات ويقتنعن بها، لأن هذه المرحلة نحن بحاجة، خاصة ونحن بصدد مراجعة النصوص القانونية، خاصة القانون الجنائي وبالأخص مدونة الأسرة التي دعا صاحب الجلالة إلى مراجعتها، ودعا كافة المتدخلين إلى مراجعتها وإعادة قراءتها ومراجعتها تجاوزا للأعطاب والاختلالات التي أبانت عنها التجربة. إذن لابد من حشد المناصرة، لابد من إقناع المواطنات خاصة في المجال القروي، وحتى لا نبقى حبيسات للعمل في المدن، لننفتح على أنماط من النساء أخريات في المجال القروي وتحسيسهن على حقوقهن حتى ينخرطن في هذا الورش الكبير، لأنه ورش حيوي وسيحسم وضع الأسرة ومصلحة الطفل والمرأة، وكذلك سيحصل مسألة إعادة التوازن للمجتمع المغربي بكافته. كما أننا في هذه اللحظة نستحضر مسألة التأخير الحاصل في تنزيل هيئة المناصفة، لأننا نعول ونراهن عليها ومن خلالها لتجويد عملنا ولمأسسته ولمأسسة كل تدخلاتنا.